انقذوني من حسام حبيب. هكذا قالت المطربة شيرين عبد الوهاب في تصريح ونداء لها: أنا عايشة في رعب، وحسام سرق فلوسي، كسر الخزنة. كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب أسرار جديدة لم تكشفها من قبل عن طليقها حسام حبيب وعن أزمتها، فقالت إنها تعرضت لسرقة من طليقها حسام حبيب، وأكدت إن هو سرق منها سيارة ماركة رانج روفر وساعتين ماركة رولكس. وأضافت أيضا: كنت ساكنة في شقة فيها خزنتي، كسروا الخزنة وطلعوا منها تنازلات وأخذوا منها كل حاجة، بفتح لقيت حاجتي مش موجودة، وحسام بيكلمني بشتيمة وقلة أدب، وقال انت بتشككي فينا وده كده، رغم ان انا ما هددتوش لسه بحاجة، وقلت لنفسي ده اهمال مني ولازم ادفع الثمن. الناس قالوا انت بتسمعي كلامه ليه؟ انا لازم اقدم التهديدات اللي بيهددني بيها، ده دمرني وبيستفزني وبيقول عني كلام وقح عني وعن اصحابي، ولما اختفي من قدامه بيوصلني من خلال بنتي الصغيرة ومكرهة فيا وفي ابوها وفي اهلي. ده شخص مجنون ومريض نفسي وملوش اي صفة، انسان سماوي وغير طبيعي، بيعامل بنتي بطريقة غريبة وبيسألها انت رايحة فين وجاية منين، وبيخليها تشاركه في كل حاجة، ومكرهة فيا وفي ابوها وفي عيلتي تماما. انا ماليش حد خالص غير الناس والدولة، عاوزاهم يجيبولي حقي من الشخص ده دمرني. نفسي ارجع للجمهور ومش عارفة اتعالج، ولكن غصب عني، ده بيهددني ببناتي، وانا قلت كل حاجة عني ومستنية وقفتكم معايا. وفي اول تعليق من شقيق الفنانة شيرين، نشر محمد عبد الوهاب من خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك، وكتب فيها: يا شيخة ربنا ياخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده، كفاية بقى، اقسم بالله الناس زهقت وقرفت، اقذر علاقة عرفتها البشرية، حسبي الله ونعم الوكيل. هل الجمهور هيتعاطف مع شيرين ويجيب لها حقها؟ ومين الظالم ومين المظلوم في القصة دي؟